تتصور نظرية علمية يروج لها تيار سوري يؤكد أن لديه البراهين العلمية الكاملة على فكرته. دعونا نتابعه. ب11 برهانا علميا يثبت الكابتن جنيد بأن الأرض ثابتة في مكانها ولا تنتقل حول الشمس بمدار إهليجي، نظرية تدحض النظرية المسلم بها اليوم والمعروفة لكوبرنيكوس وغاليليو بأن الأرض هي التي تدور، معتمدا في دراسته على نظريات الطيران والملاحة الجوية. تبعد الشمس عن الأرض 150 مليون كيلومتر، وبالتالي خلال 365 يوم وربع تنتقل الأرض حول الشمس بمدار إهليجي. لو كانت الأرض تنتقل بمدار إهليجي حول 365 فيكون سرعة معدل السرعة إلى انتقالها بالساعة 100,000 كيلومتر بالساعة. معروف الشتل والطائرات اللي بتطلع خارج الفضاء الغازي أقصى سرعة إلى 30,000 كيلومتر بالساعة. فلو كانت الأرض هي والغلاف الغازي عم ينتقلوا سوا ماشي عم تدور، فبس تطلع خارج مركبة خارج الغلاف الغازي لازم تسبقها، ما تقدر تدخلها. هناك أيضا برهان مهم آخر، لو كانت الأرض تنتقل حول الشمس بسرعة 100,000 كيلومتر بالساعة، فعندما يكون القمر خلف الأرض تكون سرعته 100,000 كيلومتر بالساعة، ثم يزداد لل 180,000 كيلومتر بالساعة، ثم ينقص لل 100,000 كيلومتر بالساعة، ثم ينقص لل 20,000 كيلومتر بالساعة. ومعروف نحن عنا أنه القمر ما في قوة ذاتية ينقص أو يزيد من سرعته. ولهذه النظرية الجديدة تأثير على مواعيد الصلاة عند المسلمين وعلى أوقات الصيام في رمضان والإفطار بعده، حيث تشهد مواعيد صلاة الفجر والعشاء تغييرا عما هي عليه اليوم، يتراوح بين نصف ساعة كحد أدنى وساعتين كحد أقصى. أهم شيء نحن وقت بدنا يأذن الفجر، النقطة أنا اللي حسبت النقطة اللي بينتهي فيها الليل ويبدأ بعد النهار. هلا هالنقطة إذا أنا قمت وتوضيت وصليت إن شاء الله تعالى بكون صلاتي للفجر أقرب من أي وقت اللي عم يصلوه. نظرية لم يتم الاعتراف بها حتى اليوم رغم أنها لم ترفض علميا، لكنها قد ترسم تغييرا كبيرا خصوصا على نظريات الفيزياء والرياضيات. مي مظلوم، MBC، دمشق.